السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أصدقائي، في بعض الأحيان عندما تكون الأنثى حاضنة للبيض وتكون البيض يعني في البداية كله ملقح، وقد تم يعني مشاهدة البيض تحت الضوء وبين أن البيض ملقح، لكن في الأخير أصدقائي يكون يعني موت الفراخ داخل البيضة اختناقا، ولا نعرف السبب. السبب أصدقائي هو الرطوبة، أما زائدة أو نقص الرطوبة يجعل الفرخ يموت يعني اختناقا في البيضة. أو هنالك سبب آخر أصدقائي، وهو يعني قبل مغيب الشمس وقبل إطفاء الضوء على الغرفة، إذا كانت هنالك ضوء أصدقائي، تكون الأنثى خارجة ممكن تأكل أو تشرب الماء، ولكن المربي يطفئ الضوء بدون التأكد من أنها قد رجعت إلى العش. لذلك أنصح أصدقائي باستعمال لمبة بسيطة يعني العادية المعروفة، سعرها أقل من $1، يعني تكفينا وتضمن لنا أن الأنثى حتى في الليل عندما تخرج للشرب الماء ممكن أن ترجع ويعني تشاهد العش، وكيف نضمن أن الفراخ يعني أو البيض قد يكون في أمان إن شاء الله. إذا أوصيكم أصدقائي باستعمال اللمبة وفتحها يعني بعد إطفاء النور الكهربائي عليها. والسلام عليكم.